السلام. حضريها بجوج مكونات ساهله وبسيطه وكتوجد في رمشتين. يلا معايا نحضروها مع بعض. غنحتاج باش نحضر هاد الحليوه نص كيلو ديال الكاوكاو بالقشره ديالو، حمرته وهرمشته في الهاشوار. ضفت ليه نص كيلو ديال المعجون ديال التمر، ممكن انكم تضيفوا التمر بالنوى ديالو، تحيدوا ليه غير النوى وتعجنوه مع الكاوكاو. معلقه ديال القرفه، معلقه متوسطه، واحد رشيشه د الملحه، وعجنتهم مزيان مع بعضياتهم حتى تجمعات ليا هذيك لاباط. ودابا غادي نشكلهم الكريات. انا بالنسبه ليا درت كريات شويه كبيره في الحجم. شكلوهم على حسب الطابع اللي غادي تستعملوا، الحجم ديال الطابع اللي عندكم. من بعد ما كملت غادي ناخذ واحد ربعه ديال الزنجلان، غسلتها وحمرتها، وغادي نبدا نمرمد فيها دوك الكويرات حتى يتلبسوا ليا مزيان بديك الزنجلان. قلت لكم المكونات كلها صحيه، بلا فران، ساهله ودغيا دغيا كتوجد وكتجي بنينه. صافي غادي نبدا ناخذ الكريات من بعد ما مرمدتهم في الزنجلان، نوضعهم في ديك الطابع ونستفهم في واحد البلايصه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. بقى غادا بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. صافي من بعد ما شكلتهم كاملين بداك الطابع، ذوبت الشوكولات اسود وذوبت الشوكولات الابيض في نفس الوقت، وغادي نبدا نعمر دوك الحفيرات بالشوكولات الاسود، نعمرهم كاملين. ومن بعد غادي ناخذ الشوكولات الابيض نوضعو في شي بلاستيك او في مهم نشكل به خطوط غير عشوائيه مباشره فوق داك الشوكولاته السوداء او الشوكولاته الكحل وهو باقي سخون. وناخذ الكوردون وندير خطوط عشوائيه غير باش يجيني داك الشكل الرخامي. وغادي نخليها تبرد دغيا دغيا كتبرد، حيت ما ضفت ليها لا زيت لا زبده الشوكولا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه. جربوها وعطيوها لوليداتكم بالصحه والعافيه. عواشركم مبروكه. سلامه.